شفتوا ان توقعت اتفاق ديال الشراكه بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله والجامعه الاسبانيه، ومن الاهداف ديالها هو تطوير القدرات ديال الاطار الوطني ولا الحكم الوطني في مجال التكوين. لان كتعرفوا ان الجامعه دخلت على واحد التحدي هو اعاده البناء ديال منظومه كره السله من القاعده. هذا رهان ماشي سهل بالنسبه لنا. الشراكات اللي درنا مع الاتحاد الفرنسي والاسرائيلي ولا حتى الاسباني الحديث اخر اتفاقيه ان هناك مؤطرين مغاربه وافارقه اللي بداو في العمل ديال بناء القاعده من السله الوطنيه، والان اتجهنا للخبرات الاوروبيه اللي بين النصوص ديال هذه الاتفاقيه هو انه غنفتحوا على العصاب الانديه. اذا بين شروط ان العصاب الجهويه الوطنيه تمضي اتفاقيه شراكه وتوأمه مع العصاب الجهويه ولا الفيدراليات الجهويه الاسبانيه، وكذلك الانديه الوطنيه المغربيه اللي غتخدم في اتجاه ديال انها تفتح باب شراكه وتوأمه مع الانديه الاسبانيه من اجل العمل سويا في طريق مهيكل في تكوين الاطر والفئات العمريه، المدربين الفئات العمريه، كذلك ميني باسكيت وكرة السله الثلاثيه، وكذلك في مجال التحكيم اللي كتشوفوا ان الحكام المغاربه برزوا مؤخرا على الصعيد الدولي، وان هناك حكمه اللي اول مره حكمه مغربيه اللي كتنجح في امتحان ولات اخذت الشارة الحكمه الدوليه لكرة السله الثلاثيه، مع هي ديجا حكمه دوليه في كرة السله الخماسيه. هذا اللي كيعطي واحد القوه لهذا البرنامج. وكذلك من اهم شيء في هذا الاتفاقيه الشراكه اللي كانت مع الجامعه الاسبانيه هو دخول شريك مالي هو شركه فيف. لان دور فيف في هذه الشراكه الثلاثيه هو انه شركه فيف هي اللي غتمول جميع التكوينات اللي غتكون لا في اسبانيا بالنسبه للمغاربه اللي غيكونوا في دوره تكوينيه في اسبانيا، ولا كذلك الاطر الاسبانيه اللي غتكون في المغرب. شركه فيف اللي غتكون مكلفه في المصاريف الماليه ديال التنقل والاقامه والتكوين. اذا هذه واحد الاتفاقيه اللي مربحه بالنسبه لنا، لانها بموالاه في البدايه، يعني ما عندناش مشكل مالي، ما غيكونش عندنا عائق مالي. اذا خص العمل وغنتلاقاو وعندنا اتفاق اننا نتلاقاو في الشهر الموالي باش نديروا خريطه الطريق ونحددوا التواريخ ديال التكوينات لا داخل الوطن او خارج الوطن بالنسبه للاطر ديالنا الحكام.